منتخب فرنسا اول المتأهلين في كأس العالم من دور المجموعات بعد ما كسب النهارده الدنمارك 2-1 بعد ماتش كان باين قد ايه ان فريق فرنسا في عنده مشاكل معينه لازم اكلمك عليها. وفي نفس الوقت برضو فريق الدنمارك عمل ماتش حلو بصراحه يعني، وكان باين قد ايه ان هو فريق قوي، فبالتالي الفريق اللي لعب قدام تونس وتونس تعادل معاه ده برضو كان اداء كويس من تونس. بس فرص تونس بقت صعبه جدا. ده تقرير سريع كده عن مباريات اليوم النهارده سواء في كاس العالم او في كاس مصر، وانا احمد ياسر وده برنامج جول مشترك. اشترك على القناه وادينا اللايك الحلو على الفيديو ده، ويا ريت تعمل له شير عشان فيه شويه معلومات مهمه. ونبدا يا سيدي بفرنسا والدنمارك. بص، هو الفكره كلها اللي انا شايفها في فرنسا، المشكله الاساسيه اللي موجوده عندهم هي في العمق. يعني ايه في العمق؟ في العمق بتاع السكواد بتاعهم شويه يعني. انا عارف ان الكلمه دي ناس بتسمعها كتير، وهي ممكن تكون كلمه يعني ناس بتستخدمها عشان تبين ان هي يعني ناس جامدين، بس الموضوع مش كده. الموضوع الاكتر ان فعلا في مشاكل في السكواد بتاع منتخب فرنسا. يعني منتخب فرنسا ده لو هتبص عليه هو نصين، نص بتاع الباك دوت هنتكلم عليه، والنص الهجومي اكتر برضو في مشاكل من ناحيه ان انت عندك ثلاثه بس اللي هو بيلعب بيهم، سواء امبابي او جريزمان او كمان معاه اسمه ايه دوت ديمبلي، وقدامهم جيرو كان يعني انا شايف ان هو خبره كبيره جدا ومهم جدا، والجون اساسا اللي اتعمل من خط الوسط بتاع رابيو اللي هو بيكمل بقيه الفرقه ديت، وجنبيه كمان شواميني. يعني انا شايف ان الراجل ده اصلا بيكتب روشتات. في الجون الاولاني حط كره رابيو بشكل ممتاز، وبعد كده اداها لمبابي، ومبابي تحرك متميز جدا من جيرو، وبعد كده راح جايب الجون. المشكله بعد الكره ديت على طول ان جيرو راح خارج ونزل تاني مكانه، اللي هو نزل مكانه ترام. فرق كبير جدا ما بين المهاجم ده وما بين المهاجم ده، ودي مشكله مثلا عندك في الهجوم. طيب هتبص على الخط اللي في النص بقى، مثلا انت عندك امبابي جامد، وزي ما قلت لك الاثنين اللي في نص الملعب جامدين، ولكن جريزمان عمل جون بس ضيع كورتين ما يضيعوش. والناحيه التانيه ديمبيلي متذبذب جدا، طالع شويه ونازل شويه، فالموضوع بيبقى صعب والموضوع بيبقى سخيف لما ما يبقاش عندك كمان بدله غير كيومن بس. يعني انت ما عندكش في الخط ده، انا شايف ان هو الوحيد اللي قريب شويه من الكواليتي هو كيومن، ولما نزله بسبب ان الجبهه اليمين دي اصلا بقت فيها مشاكل كتير قوي. يعني انت عندك حتى في الجانب الدفاع لو انت بتتكلم على جوندي وبيلعب جنبيه فاراني، هو راح ساحب فاراني بعد كارثتين عملهم، كارثه دخلت منها جون وكارثه تانية كان هيخش منها جون التقدم لمنتخب الدنمارك. فراح ساحب فاران وراح منزل الواد بتاع ليفربول، وراح بعد كده هو راح ساحب برده ديمبلي ومنزل ايه في نفس الوقت برده كومان. اتحسن الاداء شويه. منتخب فرنسا بيعتمد اكتر على مبابي، وهو بالنسبه له هو ده اللاعب يعني من اللعيب هو ده اللي هيخلص لك كل حاجه، فبالتالي كسبوا المباراه. الناحية التانية انت هتبص لمنتخب تونس، لا المباراة النهاردة كانت عكس سير الفكرة خالص. يعني منتخب تونس من الواضح كده ان هو ما كانش جاهز للبطولة دي بشكل كويس، لان انت عملت اداء بدني قوي جدا النهاردة. الاداء البدني ده استنزفك وانت مش قادر تلعب تاني مباراة بالنسبة لك، وبتلعب بشكل مهلهل، تلعب الفرقة مفككة رغم ان انت اللي مستحوذ على الكورة، ورغم ان انت اللي معاك الكورة دخل فيك جون وما قدرتش تخلص هجمات كتير، عشوائية في الاداء. كنت اتمنى من منتخب تونس الموضوع يختلف معاه شويه ويقدر ان هو يوصل لدرجه احسن من كده، ولكن بالوضع الحالي هو انت عندك فرنسا 6 نقط، وتحتيها 3 نقط استراليا، والدنمارك لسه معاها نقطه وتونس معاها نقطه، فالعركه كلها ان انت يعني كده انت محتاج تونس تكسب فرنسا ونتائج اخرى تحصل الناحيه التانيه. فبالتالي ان الموضوع بقى صعب جدا على منتخب تونس، ويعني بقى منتخب عربي تاني مهدد بشكل كبير جدا بالخروج او بنسبه كبيره قوي، ودي حاجه برضو محزنه. المجموعه التانيه بقى اللي فيها الارجنتين والمكسيك، واللي الماتش بتاعها هيتلعب كمان شويه، اللي احنا لسه قاعدين مستنيينه، بس اتلعب فيها برضو ماتش تاني لمنتخب عربي منتخب السعوديه. وبصراحه كان ماتش محزن، لان المنتخب اللي كان حسسنا ان في امل كبير جدا ان احنا نشوف منتخب عربي بيكمل بشكل كويس جدا في الادوار اللي بعد كده هوت، وكان عندنا امل كبير قوي عليه. والامل دوت عشان يبقى عندك ده تكلفته كبيره قوي، يعني معناها ان منتخب السعوديه عمل مجهود كبير جدا في البطوله او في المباراه حتى الاولانيه. هو عمل خطأ بسيط ان هو نزل بشخصية البطل. يعني انت كنت نازل الماتش اللي فات ان انت هتلعب على مصيدة التسلل، وهتنزل بمستواك ان انت هتدافع بس بشكل مختلف افضل، بشكل افضل ويبقى فيه جانب هجومي. لا، انت النهارده نازل انا هكسب، انا اللي هاخد الماتش دوت. والناحيه التانيه انت بتلعب فريق هو اوريدي كده ولا كده عايزك تبقى انت اللي معاك الكوره، وافضل ادافع واخد منك الكوره، وبعد كده اعمل عليك هجمه مرتده منظمه اجيب منها جون. زي الهدف الاولاني اصلا اللي هو جه مش من ضربه ثابته، ده جاي اصلا من عند ضربه مرمى. يعني الراجل فاهم لعبه بطريقه في غفوه غريبه جدا من منتخب السعوديه، دخلت الكوره جون. الفريق بتاع السعوديه كان بادئ اساسا من الشوط الاولاني لمده 48 دقيقه، او لمده يعني الشوط الاولاني بالوقت الاضافي مجهود كبير جدا. في الشوط الثاني ابتدى المجهود ده ياثر على اللعيبه بشكل كبير قوي، فبالتالي برضو المجهود ده ادالك ان انت تغلط غلطه زي الغلطه اللي حصلت ودخل منها الجون الثاني، والكره تتقطع اصلا بشكل غريب جدا، باين ان كان في ارهاق. غير طبعا عدد كبير جدا ان انت ضيعته كمان من الاهداف قدام الجون كان المفروض انها ما تضيعش. ده غير ضربه الجزاء اللي من وجهه نظري كان فيها ظلم برضو لمنتخب السعوديه، انها كانت
تتعاد لان رجل شنزي ما كانتش على الخط وقت ما كانت الكره بتتلعب. دي عوامل خارجيه ممكن تكون مؤثره، وفي نفس الوقت عوامل داخليه ان انت بتضيع اهداف كتير جدا، ولكن انت ما كانش لازم تغير خطتك كتير قوي في المباراه التانيه وتاخد انت شخصيه البطل في المباراه دي. ولكن احنا لسه عندنا مع المنتخب السعودي امل كبير جدا، وان شاء الله يصعد بعد فوزه على المنتخب المكسيكي اللي جاي، لان هو ده الماتش اللي انت محتاج فيه شخصيه البطل فعلا. ده الطريقه بتاعت النهارده دي تنفعك قوي في ماتش المكسيك، ولو كسبت ماتش المكسيك ان شاء الله تصعد مع الارجنتين وتبقى مفاجاه كويسه جدا وتبقى حاجه تسعد العرب كلهم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو دوت برضو. طبعا انا بفكرك اهوت في السكه، بس حابب اقول لك حاجه اخيره كده. النهارده كان في ماتش الكاس مصري بيتلعب، وانا كنت كلمتك عليه امبارح، ماتش الزمالك والمصري. الزمالك كسب المصري 1-0. وبالمناسبه كده احب اقول لك يعني ان زي ما انا قلت لك ما تقلقش عن الزمالك، لان السكواد بتاعه موجود، هو تقريبا نفس التشكيل اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ولكن كان في تغييرتين. حسام اشرف لعب مكانه يوسف اوباما، احنا كنا قايلين حسام اشرف واللي لعب يوسف اوباما، وكنا قايلين ان اللي هيلعب فيه معاهم مصطفى شلبي، ولكن نزل مكانه روقه علشان يبقى ايه تالت موجود في خط الوسط. فريق لعب بشكله النمطي العادي، الطريقه اللي لعب بيها قدام الاهلي اللي هي تعتبر 3-5-2 الى حد كبير. ورغم كل محاولات المصري ان هو يجيب اهداف كتيره جدا وفرص ضايعه كتير، الا ان نادي الزمالك كان قادر ان هو برده يسيطر على المباراه، ولعب كره حلوه جدا عن طريق زيزو راحت لسيد نيمار اللي حطها بصراحه جون حلو قوي قوي قوي. وسيد نيمار لما هيلعب في المكان ده هيبقى مفيد اكتر من وجهه نظري من كمان الطرف اليمين. فيعني الزمالك زي ما قلت لك ما تقلقش عليه، وبكره ان شاء الله باذن الله الاهلي هيلعب مع المقاولين العرب برضو في مباراه تانية هنتكلم. وكمان شويه كده ممكن نبقى ننزل فيديو عن الارجنتين والمكسيك. ما تنساش تشترك على القناه ودي لايك حلو على الفيديو ده، وتعمل له شير، يعني هكون شاكر ليك جدا. السلام عليكم.